يقتل ابن لادن في باكستان فيفقد التنظيم زعيمه الأبرز. الكاريزمية اللافتة للرجل جعلت حتى كبار المحيطين به يتوارون إلى الخلف، ومن هؤلاء أيمن الظواهري الذي وصف طويلا بالرجل الثاني في التنظيم. يعتبر الظواهري برأي مؤرخي القاعدة المنظر الأول للتنظيم، وكما جرت العادة فإن المنظر غالبا ما يتنحى لصالح السياسي والقائد، وفي غياب الأخير يجد المنظر نفسه فجأة أمام ما يمكن اعتبارها عقدة الرجل الثاني، وتلك تمتد من عقدة الابن الثاني في العائلة ولا تتوقف عند نواب الرؤساء عندما يجدون أنفسهم في مقدمة الأحداث دون ذخيرة سوى إرث من جاءوا قبله، فيلجأ بعضهم إلى الانقلاب على هذا الإرث في قتل رمزي للأب لتأكيد وجوده في معزل عمن خلفه واستند إلى إرثه. لكن ذلك قد لا يكون شأن الظواهري، وهو يتزعم التنظيم مستندا إلى إرثه النظري هو نفسه، وبدرجة ما إلى كاريزما بن لادن. ولد الظواهري عام 51 من القرن المنصرم لعائلة عريقة، والده طبيب ذائع الصيت، وجده لأبيه من كبار شيوخ الأزهر، وبهما اجتمع العلم مع الدين فأنتجا الظواهري الظاهر لاحقا. تلقى الظواهري تعليمه في مدارس مصر الجديدة والمعادي قبل أن يلتحق بكلية الطب في جامعة القاهرة ليتخرج منها عام 74. يكمل الظواهري الشاب دراساته العليا ويحصل على الماجستير في الطب والدكتوراه لاحقا من باكستان. كل شيء في حياة الظواهري الشاب كان يفترض أن يدفعه إلى دعة العيش والانصراف عن السياسة، لكن سيرته الذاتية تقول غير ذلك، فلقد التحق باكرا بجماعة الإخوان المسلمين، بل إنه سجن بتهمة الانتماء إليها وهو في 15 من عمره. وبحسب مؤرخي حركات الإسلام السياسي في المنطقة، فإن إعدام القيادي في الإخوان سيد قطب في عهد عبد الناصر كان مفصلا حاسما في التحولات الفكرية التي مر بها الظواهري الشاب. سيتحول الرجل إلى جماعة الجهاد، وهي بحسب مؤرخي هذه الحركات على يمين جماعة الإخوان، وهكذا سيجد نفسه في قلب التحولات الكبرى لمصر والمنطقة في النصف الثاني من القرن العشرين. يغتال السادات عام 81 فيعتقل الظواهري من ضمن آخرين، ورغم أن السلطات لا تجد علاقة له بالاغتيال إلا أنها تقرر سجنه 3 سنوات بتهمة حيازة أسلحة غير مشروعة. يفرج عنه عام 85 فيسافر الشاب الغاضب إلى السعودية للعمل، لا يستقر هناك طويلا فيسافر إلى باكستان ومنها إلى أفغانستان، وهناك يلتقي بابن لادن الذي سيتحول لاحقا إلى ما يشبه الأسطورة. وبعد مقتل الفلسطيني عبد الله عزام سرعان ما يصبح الظواهري الخزان الفكري والمرشد الروحي لبن لادن، وبهذا القران يقترب نهج بن لادن من جماعة الجهاد مبتعدا عن الإخوان. في عام 98 ومع نهايات ما تسمى بحقبة الجهاد الأفغانية يندمج الظواهري وتنظيمه مع تنظيم القاعدة، ولم يكن 11 من سبتمبر الإعلان الأول لتنظيم القاعدة بل الأكبر وحسب، فقبله فجر التنظيم سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام، وبالعمليتين سيتصدر الرجلان بن لادن والظواهري قائمة المطلوبين الأمريكية. تتهمه واشنطن في عدة قضايا من بينها تفجير المدمرة كول في اليمن عام 2000، كما تتهمه والسلطات المصرية بتفجيرات الأقصر في مصر عام 97، وفي سجله عبر العالم اعتقال لمدة 6 أشهر في روسيا بتهمة تجنيد مقاتلين لمحاربة الروس في الشيشان وداغستان. الثابت أنه كان في 15 من عمره وحسب عندما غادر أول سجن عرفه، ومنذ ذلك الوقت والرجل ينتقم ويسعى إلى تغيير العالم على طريقته. على يمين بن لادن عاش الظواهري كما يقول مؤرخو القاعدة قبل أن يصبح زعيم التنظيم، لكنه ظل قبل بن لادن وبعده متأرجحا بل سائرا على حافة الموت أو القتل كما يأمل مطارده.